السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في قلب مدينة آرس بولاية باتنا تعيش الطالبة الجامعية ليلى بولهات تجربة قاسية مع مرض نادر وخطير وصف من قبل الأطباء بأنه من أشرس وأخبث أنواع سرطان العظام. ليلى التي لطالما حملت أحلاما كبيرة لمستقبلها الدراسي تجد نفسها اليوم محاصرة بين جدران المستشفيات وآلام العلاج القاسي. بدأت قصة ليلى مثل قصص الكثير من المرضى بأعراض بسيطة لم تتوقع أن تكون بداية لمعركة طويلة مع السرطان، ومع مرور الوقت تدهورت حالتها الصحية لتكتشف عائلتها أن الأمر ليس عاديا بل يتعلق بمرض صعب ومعقد نادرا ما يشخص في سنها. ورغم كل الجهود التي بذلها الأطباء داخل الجزائر فإن إمكانيات العلاج المتوفرة لم تعد كافية، ليبقى الأمل معلقا بالله أولا ثم بإمكانية خوض رحمة علاجية في الخارج. حكاية ليلى لم تعد مجرد شأن عائلي بل تحولت إلى قضية إنسانية تبناها الكثير من أبناء المنطقة ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رسائل الدعم والدعاء تتوالى يوميا وصورها المرفقة بابتسامتها رغم التعب أصبحت رمزا للأمل والإصرار. الجمعيات المحلية والشباب في آرس وباتنا أطلقوا مبادرات تضامنية مؤكدين أن ليلى ليست وحدها في هذه المعركة. قصة ليلى بولهات تضعنا جميعا أمام مسؤولية إنسانية، فهي لا تمثل فقط معاناة طالبة جامعية في ربيع عمرها بل تختصر وجع الكثير من الشباب الجزائريين الذين يواجهون أمراضا صعبة بإمكانيات محدودة. إنها دعوة صريحة لإعادة التفكير في واقع العلاج داخل بلادنا، وفي الوقت ذاته دعوة للتمسك بقيم التضامن والتكافل التي تميز المجتمع الجزائري منذ القدم.